المجازر، شفنا الدمار، أكثر من 2000 شهيد، آلاف الجرحى، آلاف المشردين. والهجمة مش بس على مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، إنما الهجمة على كل فلسطيني أينما تواجد. عشان هيك يا إخوان نتطلب منا مزيد من الوحدة. اليوم أفكر شعار هاي المسيرة إنه يكون الوحدة، نكون كلياتنا موحدين علشان الرسالة يستشهدوا عشان أبنائنا، استشهدوا عشان نعيش بكرامة على أرضنا، عشان نحافظ على ما تبقى من أرض الآباء والأجداد، والصمود أمام السياسة الغبية لحكومة إسرائيل. لأنه السياسة اللي موجهة مش ضد حزب أو ضد طرف، إنما موجهة ضد كل إنسان عربي فلسطيني في هاي البلاد علشان أبنائنا. فالله يرحمهم. بنعطي لأخونا أبو إبراهيم رئيس بلدية سخنين السابق إن شاء الله بيحكي، بس بدي أكد شغلة بإنهاب تأكد كل واحد منهم اللي شعبنا العربي الفلسطيني. فأبو إبراهيم تفضل. الخطاب العنصري اللي برفض يشوف أي ناس ثانيين على هاي الأرض ما زال مستمر. احنا أصحاب الأرض الأصليين، أصحاب الوطن، احنا واجبنا نتمسك فيه. دفعنا غالي، دفعنا شهداء عشان نبقى في هذا الوطن من ال 36 لل 48 لل 56 لل 67 كل السنوات فيها شهداء، وشهداء كثار اللي ما انذكروا في مناسبات معينة. لكن اليوم أحداث أكتوبر بتأكد على أنه كان في هجمة مخيفة على الجماهير العربية، هجمة كان لها هدف تركيع هاي الناس، إنه هاي الناس تسلم في الأمر الواقع إنه إحنا يا عمي بس بدنا نعيش ناكل ونشرب، مش أكثر عن هيك، ما يكونش إلنا قامة، ما يكونش إلنا عمود فقري ونقدر ننتصب فيه. فالشهداء الله يرحمهم هن أعطوا أكدوا لمجتمعنا وللمجتمع الإسرائيلي ككل إنه هذا الشعب لا ما زال واقف، ما زال منتصب القامة وبطالب في حقوقه في الأساليب القانونية. لكن هن اللي بيعتدوا علينا وهن اللي بقتلوا الضحايا اللي مننا، هن اللي السبب للشهداء الموجودين عندنا. وحدة، إذا بنتحدث عن القضية الفلسطينية بدون وحدتهم لا يمكن تستمر القضية. وإحنا كجماهير عربية أقلية في داخل إسرائيل مطلوب من عنا تكون عنا وحدة ثابتة. سمعنا خطابات أبو مازن شو اللي تحدثوا وبيبي نتنياهو شو اللي تحدثوا، فاليوم بدهم يربطونا في إسلام دعشاوي بدهم يربطوا إسلام دعشاوي، حماس، كل عربي كل مسلم صار داعش. فإحنا اليوم بنقول إنه هذا التشويه للإسلام هذا مرفوض علينا كلياتنا. إحنا في عندنا الإسلام الحنيف اللي كان فيه رسائل عدة لما يكونوا في الفتوحات الإسلامية قديش كانوا إنسانيين، ما يقربوش على أي شيء آخر بس للمقاتلين اللي على قبالهم. فاليوم إحنا بنأكد إحنا مجتمع بدنا نبني أنفسنا على قواعد صحيحة، بدناش نبني حالنا غلط. إحنا بدنا نصمد ونتوحد لقضايانا بشكل منطقي بشكل عادل حتى نضمن مستقبل لأجيالنا لأحفادنا لقدام. هذا من ما يقدش الصدر. يعني هاي هي سخنين حقيقة، إنه كل أطيافها وكل أحزابها وكل التيارات السياسية موحدة بهذا اليوم المقدس. فزيارتكم لنا اليوم هي بركة وهي تأكيد على إنه إحنا راح نصون وصية الشهداء اللي استشهدوا من أجلها، استشهدوا من أجل أن نحيا بكرامة، دافعوا عن القدس والأقصى، عن مقدساتنا. فبتأمل وهذا كل أملي إنه سخنين تضل موحدة بهذا الشكل، متحابة، إخوي، والله يديمكم على هذا العمل.